بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين ومن والاه. النهاردة هنعمل مع بعض المفرش التركي الكذاب. الأول أحب أرحب بالمشتركين الجدد معايا وأقول لكم شرفتوني ونورتوني على قناة المتواضعة. أتمنى دايما إن شغلي يعجبكم وتدعموني باللايك والكومنت بالله عليكم، لأن اللايك والكومنت بيخلي الفيديو يوصل لناس تانية، والله الواحد ما بيبخل بمعلومة يعرفها. فأتمنى بس هو اللي أنا بستنظره اللايك والكومنت من حضراتكم مش أكتر، وأتمنى إن المعلومة توصل لكم بشكل أوضح. المفرش ده عبارة عن مفرش شغل تركي اسمه تركي كداب. يعني ايه تركي كداب؟ يعني بدل ما بنغير الألوان ونعمل عواميد أمامية وعواميد خلفية، بنشتغل الشغل كله بغرزة واحدة. هي سهلة جدا للمبتدئين والناس اللي شغل الكروشيه صعب بالنسبة لهم. فأتمنى انها يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم. وطبعا شايفين المنظر عامل ازاي، هو كله عبارة عن غرزة واحدة، والخطوات هي اللي بتختلف. مفيش بقى غرزة أمامية وغرزة خلفية زي الشغل التركي اللي احنا متعودين عليه، او السوري، او اي كروشيه بقى الافلاندي والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. يلا يا جماعة نشوف عملناه ازاي ونبدأ مع بعض. بسم الله بسم الله. يلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل الدايرة بتاعتنا، هنلف الخيط وهنطلعه كده، طلع العقدة بتاعتنا كده، وهنعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وفي اول سلسلة عملناها اللي هي ديت، وهندخل فيها كده ونعمل منزلق. اصبح معانا دايرة، اتكونت معانا دايرة. هنطلع 1 2 3، ده عمود، مقام عمود. داخل الدايرة هنعمل 1 2 3 كده. اصبح معايا 4 عواميد، السلاسل اللي احنا طلعنا بيها بمقام عمود، و3 عواميد. وهناخد 1 2 سلسلتين 2. هنخش كمان داخل الدايرة، هنعمل 1 2 3 4، ونعمل سلسلتين، وندخل تاني داخل الدايرة ونعمل 4 عواميد كمان. 1 2 3 4، ونعمل سلسلتين كده. اصبح معايا كام زاوية من زوايا المربع؟ 1 2. ادي التالتة، 1 2 3 4 كده. 1 2 3، فاضل الزاوية الرابعة اللي هي 1 2. وهخش في اول سلسلة من اول عمود عملناه، التلاتة اللي احنا خدناهم بمقام العمود. هدخل في اول سلسلة واعمل منزلق كده. شكل المربع بان معايا اهو، يا رب يبقى واضح. هنعمل 1 2 3 مقام عمود، وفي نفس الفراغ ده هنخش نعمل 4. 1 2 3، ومعايا العمود الرابع اللي هو 3 سلاسل اللي احنا طلعناه بمقام عمود. هاخد معايا سلسلة واحدة وهدخل في الفراغ ده واعمل 4 عواميد بلف. 1 2 3 4 كده، سلسلتين. وهخش في نفس الفراغ اللي انا لسه فيه واعمل 4 عواميد بلف. 1 2 3 4
كده شكلت زاوية من زوايا المربع، احنا بنكبره. فهعمل واحد واخش في الفراغ ده وهكرر نفس الخطوات، 1 2 3 4، وهاخد سلسلتين وفي نفس الفراغ واخش اعمل 4 عواميد كمان، 1 2 3 4، سلسلتين، سلسلة واحدة، مش 2 يا ربي، اسفة كده. خدنا سلسلة وفي الفراغ واكرر نفس الخطوات، 1 2 3 4، سلسلتين، وبعدين 1 2 3 4. كده اصبح معايا زاوية 2 3. فاضل الزاوية الرابعة اللي احنا اشتغلنا فيها في الاول، اعتبرنا ال3 سلاسل بمقام عمود وايه وال3 عواميد دول. فهناخد سلسلة وهندخل في الفراغ ونعمل 1 2 3 4 كده، وما بينهم سلسلة سلسلتين، وهاخد 1 2 3 السلاسل اللي احنا عملناهم في الاول، وهدخل في اول سلسلة وهعمل منزلقة، وكده اتكون معايا شكل المربع. واضح؟ هشد الخيط بتاعي وهفصله كده. طبعا الزيادات نقصها او بعد ما نخلص شغلنا نبقى ننضفها عادي. هسيب ده عشان هاخده معايا، الخيط ده هاخده معايا. جه دور اللون اللي بعد كده. بصوا بقى يا جماعة، احنا هنعمل الدايرة بتاعتنا كده ماشي. في الفراغ ده اللي احنا لسه منتهيين من عنده هدخل ابرتي واسحب خيطي كده. معايا الخيوط اهي عشان ايه اخدها معايا، الشغل بتاعي يبقى نضيف اول باول ويبقى ماسك. 1 2 3، ادي اول عمود معايا، تشكل اول عمود. 1 كده اول عمود، ادي 2، ادي 3، ادي 4. في الرابع طلعت من حلقتين بس وسبت الخيط بتاعي معايا على الابر، ما كملتش العمود لاني محتاجة ادخل اللون الاخر. هاخد اللون البينك، هعمل الدايرة والحلقتين معايا هطلع كده، يعني هكمل العمود باللون البينك اهو واقفل عليه. معايا كل خيوطي من تحت، حتى الخيط ده هناخده معانا لاننا هنحتاجه. وهعمل سلسلة وهاجي في الفراغ اللي بعد ده واعمل 1 2 3 4. في الرابع وانا بخلصه مش هطلع من العمود كله، هاخد اللون الموف. شوفوا بنطلعه ازاي، هو تحت اهو، فبنطلعه هو يكمل العمود، ونشد الخيط بتاعنا عشان ما يبقاش سايب. هناخد سلسلة وهدخل في الفراغ ده
واعمل زوايا المربع. هنكتفي بقى بالخيوط دي ونقصها عشان شغلنا يبان اوضح. اهو اصبح معايا اللونين البينك والايه والموف. بس طلعنا بالموف، هنخش في الفراغ ده واعمل 1 2 3 4 واخد السلسلتين بتوعي واخش في نفس الفراغ واعمل زوايا المربع 1 2 3 4. في الرابع مش هنكمل العمود، هطلع من 2 بس ويتفضل معايا حلقتين على الابرة. فهغير اللون ايه البينك كده، وهقفل اشد الخيط بتاعي كده. اخد سلسلة واخش في الفراغ ده واكرر نفس الخطوات، مع العلم ان احنا بناخد اللون الاخر معانا. فهخش في الفراغ ده واعمل 1 2 3 4. في الرابع مش هنكمل العمود، معايا 3 خيوط على الابرة، فهطلع من 2 وهبدل اللون الاخر كده. شد خيط واعمل سلسلة واخش في الفراغ ده واعمل زوايا المربع 1 2 3 4 سلسلتين، وبعدين في نفس الفراغ 1 2 3 4. في الرابع مش هنكمل العمود، هندير اللون الاخر ونشد الخيط بتاعنا قوي عشان يعقدوا على بعض. السلسلة ونكرر نفس الخطوات اللي فاتت 1 2 3 4. عشان نكمل العمود زي ما اتفقنا هناخد كده وهنعمل سلسلة، وفي الفراغ بناخد نكمل زوايا المربع 1 2 3 4 سلسلتين 1 2 3 4. مش هنكمل العمود، هناخد اللون البينك اهو، وان نشد الخيط بتاعنا سلسلة 1 2 3 4 كده سلسلة. فاكرين اول ما بدأنا بزاوية المربع كانوا 3 سلاسل وخدنا 3 عواميد، فهنكمل بقية زوايا المربع مع اخدان اللون اللي تحت البينك 1 2 3 4 ما بينهم سلسلتين، واخش في اول سلسلة من اول عمود. مربع واضح، شايفين عامل ازاي؟ شكله تحفة. نكمل ونشوف هنعمل ايه. في الفراغ اللي احنا فيه هناخد
1 2 3. وفي نفس الفراغ بس هنطلع اللون البينك ده، شايفينه؟ هنطلعه معانا وهنشتغل عليه، عشان كده هنفرقه كده الناحية دي ونشتغل ندخله معانا كده. 1 ادي 2 3 4. في الرابع مش هنكمل العمود، نكمل شغلنا زي ما احنا ماشيين وهنسحبه البينك كده. شايفين الفراغ ده؟ احنا خدنا اول واحدة بينك اهي، في فراغ الناحية دي وفي فراغ الناحية دي. ففي الفراغ ده هنشتغل 4 عمود بلفة. خدناش السلسلة، شفتوا كنا هننسى السلسلة. بعد ما قفلنا وخلطنا اللون البينك ناخد سلسلة. هندخل بقى في الفراغ ده ونعمل 1 2 3 4. المرة دي ال4 هيكملوا، وناخد سلسلتين وفي الفراغ التاني ده وهندخل فيه وهنعمل 1 2 3. الرابع مش هيكمل، هناخد اللون العكس الموف وناخد سلسلة. وفي الفراغ بتاع زوايا المربع هندخل زي ما احنا نعمل زوايا المربع بتاعنا. 1 2 3 4. السلسلتين وفي نفس الفراغ 1 2 3 4. الرابع مش هيكمل، هناخد اللون البينك ونشد الخيط بتاعنا قوي. سلسلة في الفراغ ده هندخل نعمل زي ما عملنا الخطوات اللي فاتت. 1 2 3 4. سلسلتين. 1 في الفراغ اللي بعده. 1 2 3. في الرابع هنعكس اللون كده، ما نشدش الخيوط بتاعتنا قوي. عكسنا اللون البينك، اللون الموف، هناخد سلسلة وفي الفراغ بتاع زوايا المربع هنعمل زوايا المربع بتاعتنا. 1 2 3 4. 1 2 السلسلتين وفي نفس الفراغ وهندخل نعمل 1 2 3 4. في الرابع مش هيكمل، ناخد البينك كده، سلسلة، وهندخل في الفراغ ده زي الخطوات اللي فاتت ونعمل 1 2 3 4.
سلسلتين، 1 2 3 4. في الرابع عفوا بننسى ناخد اللون الاخر، ما نشدش الخيط قوي عشان ما يلمش معانا كده. سلسلة وبعدين نعمل زوايا المربع، نكمل الدور بقى للاخر. 3. وصلنا لاخر حاجة احنا بدأنا فيها وكنا طالعين ب3 سلاسل. هنكمل زوايا المربع 1 2 3 4 والسلسلتين، وفي اول 3 سلاسل عملناهم هنخش في اول سلسلة ونعمل منزلق كده. ايه رأيكم؟ واضحة؟ اتمنى انها يبقى شكلها واصل لحضراتكم. في نفس الفراغ بتاعنا وهنعمل زوايا المربع 1 2 3. هندخل جوه الفراغ ونعمل 1 2 3 4 وهنبدل اللون البينك. وهنشد الخيط بتاعنا كده وناخد سلسلتين، وفي الفراغ ندخل نعمل 1 2 3 4 سلسلتين، 1 في الفراغ اللي بعده 1 2 3 4 سلسلتين، 1 في الفراغ اللي بعده ده 1 2 3. الرابع هنبدل الخيط سلسلتين، وبعدين نخش نعمل زوايا المربع 1 2 3 4 سلسلتين، وهكذا 1
2 3 4 كده سلسلتين، وهنخش في الفراغ اللي بعده ونعمل نفس خطواتنا. 1 2 3 4. بصوا كده الواحد بقى معايا 2 واصبحوا 3. 1 2 وهنا في الفراغ ده نعمل 1 2 3 4 سلسلتين. 1 2 3 4 1 2 وزوايا المربع. 1 2 3 4 سلسلتين. 1 2 3 4 1 2 وهكمل الدور بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها. هكمل للآخر زي ما وصلنا ونشوف هنعمل ايه تاني. كملت كمان دور بنفس الطريقة اللي احنا كنا شغالين بيها، فأصبح معايا هنا 1 2 3 و1 2 3 4. في الدور الخامس نشوف بقى هنعمل ايه برضو بنفس الطريقة بتاعتنا. 1 2 3 وفي الفراغ، وهدخل اعمل 1 2 3 هنبدل الخيط بتاعنا البينك، وهندخل في الفراغ ده ونعمل 1 ما خدناش السلاسل. 1 2 وهندخل في الفراغ ونعمل الاربع عواميد بتوعنا. 1 2 3 4 والسلسلتين والفراغ اللي بعده. 1 2 3 4. بصوا خدنا هنا ايه؟ المفروض ان احنا هيبقى معانا 1 2 3 4، بس الفراغ اللي عندي 1 2 3 4 5. فاحنا عملنا 2 في الخامس اللي هو اللي في النص ده هنفرق اللون التاني. نوضح، يبقى في العمود الرابع هبدل اللون واخد سلسلتين وادخل في الفراغ ده واعمل الاربع عواميد بتوعي. 1 2 3. في الرابع هنبدل باللون البينك كده وناخد سلسلتين وفي الفراغ ده وندخل نعمل
الاربع عواميد بتوعنا. 1 2 3 4 سلسلتين في الفراغ. 1 2 3. في الرابع هنبدل اللون، نعمل زوايا المربع. 1 2 3 4. وهناخد سلسلة واحدة مش 2 عشان ايه نلم الزاوية شوية. 1 2 3. في الرابع هنبدل اللون وهنكمل الدور كله بنفس المنظر. بصوا كان معايا 1 بقوا 2، 2 بقوا 3، 3 بقوا 4، 4 بقوا 5، ما بينهم دي في النص. فهنكمل الدور كله بنفس المنظر. دي اللي هتبقى موف، وهنا برضو هتبقى موف، وهنا هتبقى موف، ونكمل الدور ونشوف النتيجة. انتهينا من الدور اللي بعده هنطلع زي العادة 1 2 3 وفي نفس الفراغ بتاع زاوية المربع، وهنعمل 1 2 3 كده. معانا الاربع عواميد بتوعنا، وهناخد سلسلتين. معايا اللون البينك شغال، بس الفراغ اللي بعده هنعمل 1 2 3. في الرابع هنعكس اللون. ده اول مرة نملى فراغ باللون الموف غير زوايا المربع. كل مرة بنملى زوايا المربع، بس المرة دي اول مرة هناخد فراغ باللون الموف معايا. وبعدين 1 2 3 4. سلسلتين الفراغ اللي بعده 1 2 3 4. سلسلتين 1 2 3 4. سلسلتين 1 2 3. في الرابع هنعكس اللون 1 2. وهناخد الزاوية الفراغ اللي قبل زاوية المربع باللون الموف. 1 2 3 4. سلسلتين وزاوية المربع معايا 1 2 3 4. سلسلة 1 2 3
4 سلسلتين الفراغ اللي بعد الزاوية موف، 1 2 3 4. في الرابع هنعكس اللون كده 1 2 وهنشتغل الخطوات السابقة 1 2 3 4 سلسلتين 1 2 4 سلسلتين والفراغ اللي بعده 1 اللون البينك، 1 2 3 4 سلسلتين اللون البينك كمان مرة كده. معايا 4 بينك في الدور ده، 1 2 3. في الرابع بنبدل اللون، كان معانا في الدور السابق 5 بينك، 1 2 وهكذا لغاية اما نخلص بقية الدور. شوفوا كده عملنا ايه. الزاوية حواليها 2 من الفراغ موف وبينك 2 و2 4، كانوا 5 هنا الاول بقوا 4 معايا وملينا فراغ 2 موف. نكمل الدور للاخر لغاية ما نوصل هنا ونشوف هنعمل ايه. انتهينا من الدور واصبح معانا الشكل كده. نكمل بقى بنفس النمط، نشوف هنعمل ايه. هنطلع 1 2 3 وفي الفراغ ندخل نعمل 1 2 3. هناخد سلسلتين والفراغ اللي بعده طبعا اللون البينك شغال معانا من تحت، 1 2 3 4 سلسلتين كده. خلصنا الزاوية طبعا بتاع المربع وخدنا اول فراغ موف وتاني فراغ هيبقى موف، 1 2 3 وفي الرابع هنبدل الالوان 4 كده، وبعدين 1 2 هناخد اللون البينك اول فراغ لينا في اللون البينك اهو، 1 2 3 4 هنبدل اللون 1 2 وهناخد الفراغ اللي بعده موف، 1 2 3 4 هنبدل اللون بينك، 1 2 والفراغ اللي بعده هيبقى بينك، 1 2 3 4
هنبدل اللون موف، وهناخد السلسلتين ونشتغل الفراغ اللي بعده موف. 1 2 3 4 الفراغ اللي بعده موف. 1 2 3 4 سلسلتين الزاوية بتاع المربع. 1 2 3 4 سلسلة، نكمل الزاوية في نفس الفراغ. 1 2 3 4 سلسلتين الفراغ اللي بعده موف بعد الزاوية. 1 2 3 4 سلسلتين موف. 1 2 3 4 هنبدل الخيط. 1 2 وهنملى اللون اللي بعده بينك. 1 2 3 4 هنبدل اللون. وده هيبقى الدور معاه. يا رب يبقى واضح. البينك كان معايا 4، هيبقوا 1 2 بس في الدور، وما بينهم 1 موف. نكمل الدور للآخر وهنشوف الشكل في النهاية. انتهينا من الدور وحضراتكم شايفين الشكل عامل ازاي. يا رب يبقى واضح. كله وصلت لغاية ايه الزاوية بتاع المربع. اللون البينك هنا دوره خلص، هنقصه. وهنشتغل باللون الموف. 1 2 3 وفي جوه داخل الزاوية، وهناخد 1 هنعمل الزاوية بتاعتنا عادي. 4 1 2 وفي الفراغ الأول هنعمل 4 1 2 3 4 سلسلتين الفراغ اللي بعده. 1 2 3 4 سلسلتين الفراغ اللي بعده. 1 2 3 4 الفراغ اللي بعده. 1 2 3 4 الفراغ اللي بعده. نفس الموضوع الدور كله هنشتغله عادي خالص باللون الموف.
اسهل طريقة ممكن تتخيليها هو شغل المفرش ده، وبالذات للمبتدئين. ما بياخدش وقت، ما فيهوش اي تكعبيل خالص ولا اي عقبة هتقابلك زي ايه الشغل اللي بنبني فيه عواميد كتير ونبدل فيها الالوان. الشغل التركي مش تقليد التركي، اللي احنا بنعمله تقليد التركي. أربعة وسلسلة، وادي زاوية المربع معايا 1 2 3 4 سلسلتين. وكده هنروح الجنب التاني 1 2 3 4 سلسلتين، ونشوف الشكل عامل معايا ازاي. بصوا عملنا الدور كله موف بنفس المنظر اللي احنا شغالين فيه. خلاص البينك قطعناه، وهنعمل زوايا المربع زي ما احنا شغالين عادي. هكمل بقى الدور للاخر كله موف، كله موف، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. الدور اللي بعده كمان مرة موف، كله موف. يعني احنا هنشتغل الدور ده موف، والدور اللي بعده كمان كله موف. نشتغلهم الاتنين ونشوف. انتهينا الحمد لله من الدور الموف التاني اللي انا قلت لحضراتكم ان احنا هناخده معانا. كده اصبح ايه زي ما واضح لحضراتكم الشغل عامل ازاي. خلصنا 1 2 3 4 5 4 2، وبعدين خدنا موف وموف، وبعدين نشوف هنكمل مع حضراتكم ازاي. خلصنا الدور الموف، هناخد الغرزة، هنقفل على الشغل بتاعنا وهنقص الخيط كده، وهندخل اللون الاخر اللي هو الايه الابيض. هعمل العقدة بتاعتي بتاعت البدايات على طول، وهاجي في الفراغ هنا وهسحبها كده كده اهوت بنفس المنظر. اتمنى ان المفرش يعجبكم، واللايك تدعموني باللايك وكومنت عشان يوصل لغيركم بالله عليكم. 1 2 بمقام نص عمود، وهناخد نص عمود 3. هنقص الغرز بتاعتنا المرة دي 3 بس، مش هنشتغل 4 عواميد. بسم الله. فوق كل سلسلة من العواميد بتاعتنا دي، نقرب الكاميرا شوية، فوق كل سلسلة من العواميد هناخد نص عمود. 1 السلسلة اللي بعدها نص عمود. يعني بدل ما هنشتغل الدور كله حشو مثلا، هنشتغله كله نص عمود. في الفراغ هنشتغل 2 نص عمود كده. في الفراغ نشتغل 2 نص عمود، وبرضو فوق العواميد هناخد معانا نص عمود كده. 1 2 3 4 العواميد بتاعتنا الرباعية. وفي الفراغ هناخد 2 نص عمود. فوق كل عمود نص عمود،
والفراغ 2 نص عمود. 1 2. وهنشتغل الدور كله بنفس المنظر كده ما عدا الزوايا، هيبقى 2 نص عمود ما بينهم سلسلتين و2 نص عمود عشان نرسم زاوية المربع، ما ننساش ناخدها معانا باستمرار. يا رب يبقى واضح. النص عمود ماشي معايا اهو، هنوصل لغاية الزاوية هنا بتاع المربع، الزاوية ديت ماشية معانا على طول، وهناخد فوق كل عمود هنا 4 وهنا 4 نص عمود، وهنيجي هنا وهناخد 2 نص عمود سلسلة 2 نص عمود عشان الزاوية بتاع المربع. هنكمل الدور كله بنفس المنظر واوريه لحضراتكم. خلصت الدور يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين، عملنا نص عمود الدور كله، وجينا هنا وهنعمل خلاص قفلت الدور في الزاوية بتاع المربع، وهطلع 1 2 3 وهاخد كل عمودين مع بعض، هجوز كده 1 والعمود اللي بعده بقى معايا 3 حلقات على الابرة، وهطلع منهم كده وهاخد سلسلة وهسيب سلسلة من تحت، وهاخد 1 2 كده وهاخدهم مع بعض، هسيب فراغ واحد بس زي ما هو واضح كده، سلسلة من فوق واخد له سلسلة من هسيب سلسلة من تحت واخد سلسلة من فوق زي ما هو واضح كده. وهاخد سلسلة وهسيب سلسلة من تحت، وهاخد كل 2 مع بعض، كل عمودين مع بعض، هذا 1 2 سلسلة، هسيب سلسلة من تحت وهاخد اللي بعده عمودين مع بعض كده. يا رب تبقى واضحة. سلسلة، اسيب سلسلة من تحت وهاخد العمودين مع بعض، الدور كله هيبقى كده بنفس المنظر. اكمله لغاية الاخر واوريه لحضراتكم. طبعا عشان احنا بنختصر عشان طول الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، ما ينفعش نكمل الدور كله اثناء التصوير. اكمله بقى يا جماعه واوريهولكم. انتهيت يا حبايب قلبي من الدور، خلصت كله الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين اهو. ومش عايزه اقول لكم الشكل والله على الطبيعه عامل ازاي، الشكل الالوان متناسقه مع بعضها وشكلها جميل جدا تحفه في الطبيعه. فوصلنا لغايه زاويه المربع، بنعمل في زاويه المربع 2 تضييق و2 سلسله، مش سلسله واحده زي الشغل كله، ونقفل في العمودين التانيين برضو تضييق، وهشد الخيط بتاعي
وهفصله. هستخدم اللون الاخر. وهاجي كده من ورا من هنا اللي احنا كنا بنسيبها، السلسلة اللي كنا بنسيبها تحت، وهشتغل عليها 3 عمود، 1 2 3 كده. هو افضل انها تبقى من قدام، يعني هسحبها كده وفي التضييق هناخد حشو. في التضييق حشو من فوق كده، وارجع في السلسلة. شايفين الفراغ؟ السلسلة اللي كنا بنسيبها من تحت واحنا بنعمل النص عمود، هناخدها كده نعمل عمود بلفة، وفي التضييق هنعمل سلسلة، هنعمل غرزة حشو. في السلسلة عمود بلفة، وفي التضييق غرزة حشو كده. يعني السلسلة اللي كنا سايبينها ما بين النص عمود والاتنين نص عمود بيتاخدوا حشو. شكلها واضح؟ يا رب تبقى واضحة. السلسلة ناخدها كده عمود بلفة، وبعدين حشو، عمود بلفة، وحشو. هنخلص الدور كله بنفس المنظر كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هقربها شوية. شايفين شكل التقفيل عامل ازاي؟ هكمل بقى الدور كله بنفس المنظر ونشوف ما نوصل للاخر ونشوف. خلاص يا حبايبي انا انتهيت، وده الشكل النهائي للزي. ده الشكل النهائي اهو معايا للزي زي ما حضراتكم شايفين. يا رب يبقى واضح. شايفين الزي عامل ازاي؟ اتمنى ان هو يعجبكم. شايفين شكله تحفة. اتمنى ان المفرش يعجبكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والكومنت بالله عليكم عشان يوصل لغيركم، ومن ايد لايد تكبر وتزيد. واستنوا المزيد ان شاء الله، اللي جاي احسن بدعمكم. اتمنى المفرش يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.